سر. سر انت محتفظ بيه، بس خلاص هو ما عادش سر بقى، لو قلته دلوقتي بقى مش خلاص يعني عدى عليه الزمان. كنت ماضي في النادي، بس هيعمل مشكله ده. مفيش مشكله ولا حاجه وخلاص راحت كنت ماضي فين؟ كنت ماضي في النادي الاهلي تمام. من فتره طويله. انت في الزمالك. آه. طب ده زعل جماهير الزمالك منه. طب انا بقول لك بقى انت مصمم فكنت ماضي وكنت مخلص كل حاجه وانا في الزمالك بس. طب اكتر حاجه بقى معترض عليها في الوسط الرياضي ونفسك تتغير؟ الاستثمار اللي في الكوره دلوقتي. قصدك قطاع الناشئين الكوره دلوقتي زعلت عشان كده ما فيش مواهب كتيره. شفنا منتخبات الشباب والناشئين عامله ازاي. البطوله بتاعت المنتخب اللي كانت في مصر هنا في وسط جمهورك في استاد القاهره ما حرزناش هدف. مشكله الاتحاد ولا الانديه يا كابتن؟ الكره قلبت يعني بدون ذكر اسماء، في انديه كبيره تلعب في الدوري الممتاز عامله في قطاع الناشئين بالفلوس، فده غلط. طول عمرنا عارفين ان الكره احنا اللي بناخد منها، مش انا بدفع عشان العب. بس يا كابتن لو دفعت فهتبدا تاخد مستويات اقل. فالاستثمار في الكوره ده بقى صعب جدا في الناشئين والمراحل، فاي حد دلوقتي بقى بيلعب غلط. زياده يا كابتن يمنعوا الحاجات دي خالص من الاتحاد من فوق. بص طلع طبعا، ما هو انت الاتحاد ده هو الاب بتاعنا. تمام. بتاع الكوره في مصر، هو اللي بيدير. انت اللي بتلجأ له، هو اللي بيدير. فانت لازم في حاجات كتيره لازم تتغير. طب ان بعض الانديه بتدور على موارد ليها فبتتجه لبيع غلط. الكوره دي يعني للحريفه، معروف ان الكوره دي ما فيهاش واسطه. الكوره لعيب كويس هتتاخد، مش لعيب كويس روح شوف اي حاجه تانية. ما فيهاش واسطه، عشان هتتشاف الكوره هي الوحيده اللي متشافه. كان زمان في مواهب وما فيش ماديا دلوقتي، او الفلوس والارقام اللي بنسمعها دي طبعا كل شيء ارزاق. دلوقتي العكس، ما فيش مواهب وفي فلوس. فليه؟ فالمواهب قلت جامد، مش عايز اقول انقرضت بس قلت، عشان ما اكونش قاسي قوي في الكلام. قلت طبعا، لكن قلت بشكل غير عادي. اللي معاه فلوس دلوقتي هو اللي بيلعب قطاع ناشئين. فين الحريفه؟ فين الناس المواهب؟ فين حازم امام؟ فين ابو تريكه؟ فين بركات؟ فين احمد متعب؟ فين الناس دي؟ ما عادش حد. انت دلوقتي اخر الجيل ده عبد الله السعيد وشيكابالا. فعلا دول اللي عندهم اللمسه الجماليه. طب الناس دي حتى بعد ما بتبطل وسنهم كبير، يعني قدامهم سنه سنتين وبعدين كلها شبه بعض. شايف ان مفيش حد في مصر ده هيبقى امتداد الاثنين دول في الوقت الحالي؟ يعني امام عاشور لو خلى باله من نفسه، زيزو يعني هم دول. الباقي كله ما فين اللمسه؟ فين لمسه ابو تريكه؟ حازم امام؟ عارف اقصد ايه؟ الناس عايزه تتمتع. زي عبد الستار صبري. فين عبد الستار صبري؟ فين حسن شحاته مع الحفظ بالالقاب؟ فين الناس دي؟ فين مجدي عبد الغني؟ فين؟ ما عادش. كابتن خلصت فقره الثانيه، بس عايز اسالك سؤال قبل ما ادخل فقرات. انا في ناس كتير هتزعل من صراحتي دي على فكره.